انا عرضت الطلاق على مراتي اكتر من مره، وهي متمسكه بتقول لي روح اعمل اللي انت عايزه حتى لو هتتجوز. راجع نفسك. راجع نفسك عشان هتندم. لانه حتى لو هي متمسكه بيك دلوقتي وهي على غضاضه، يعني لو بتقول لك الكلام دوت بتقول لك نبع من مشاعرها و... ومهما كان وقت الجد هتوصل لمرحله، ومهما كان مصيرها تجيب اخرها يعني. وساعتها انت اللي هتخسرها. هتخسر انسانه متمسكه بيك ومستعديه تيجي على نفسها علشانك. وهنا انت محتاج تراجع نفسك، هل الطلاق هو اللي هيبسطك؟ انت بتدور على سعادتك في الدنيا وبتدور على شريك حياة يناسبك تبقى انت مقتنع بيه ومالي عينيك. تفتكر انت تلاقي الانسان المتفصل على مقاسك، او الانسان يعني تفصل على مقاسك؟ اكيد لا. اكيد هتحتاج ان انت تشتغل على نفسك وتشتغل وهي تشتغل على نفسها علشان تعرفوا تتماشوا مع بعض. ودي انسانة موجودة في حياتك متمسكة بيك. حاليا الحاجز اللي ما بينك وما بينها هو انك تشتغلوا على نفسكم، وفي الاغلب انك تشتغل على نفسك، وهي تشتغل على نفسها وواضح ان هي مستعديه، يعني لدرجه انها مستعديه تيجي على نفسها عشانك. فبالتالي لو عندها فرصه ان انت تقول لها انت محتاج منها ايه علشان تكون مرتاح معاها، وانت كمان تكون مريح معاها. لو انت فضلت مركز على ان انت سعادتك بس وراحتك بس في العلاقه، عمرك ما تعرف تبقى سعيد. لان جزء اساسي من اي علاقه علشان تكون مشبعه للطرفين هو الاخذ والعطاء. كل واحد ياخد وكل واحد يدي. مش هتعرف تتبسط غير لما تكون بتدي. وبالتالي لو انت معرفتش تتبسط بانسانه متمسكه بيك، مش هتعرف تتبسط مع حد تاني، الا اذا هتلاقي واحده انت معجب بيها ومشدود لها وتعباك، وانت بتجري وراك لحد ما تتعب جدا، وهتلاقي نفسك ان انت ضيعت الفرصه اللي, اللي انت كنت فيها عندك كل حاجه متسخره لك وبتتمنى لك الرضا ترضى، ومستعديه تشتغل نفسها وتطور من نفسها علشان بس تبقى معاها ومبسوط. وانت ضيعت الفرصه دي، وهترجع لها في وقت انت هي اصلا ما عندهاش الطاقه ولا القدره انك تعمل لك اللي انت عايزه. فراجع نفسك. حل مشاكلك، بلاش تهرب منها. ما تدورش على راحتك ان انت تتبسط وخلاص. دور على ان انت تشيل مسؤوليه بيتك. ولو مش هتعرف تنجح مع بيتك دلوقتي، عمرك ما هتنجح في اي بيت تنشئه، لانه دلوقتي اسهل بكتير من اي بيت تاني.